عارفين ان احنا ضحكنا عليهم بدي؟ الطفل صالح حطية كان راعي غنم ودواجن في سينا، وفضل عايش مع اهله في بيت هناك. هتبدأ القصة بعد نكسة 67. وقتها المخابرات المصرية كانت عايزة تجند الشيخ عطية كعميل لصالحها عشان يجيب لهم معلومات من جوه معسكرات العدو. بس جت فكرة في دماغ الرائد كيلاني، وده الضابط اللي كان مكلف وقتها بتجنيده، وهو انه يستخدم الطفل في العملية بدل ابوه بعد ما لاحظ نشاط الطفل. وفعلا بدأ في تجنيد الطفل صالح وعلمه ازاي يجمع المعلومات. وسنة 69 كانت مهمة صالح انه يعمل نفسه بياع للبيض جوه المعسكرات في سينا، ومن هنا نجح انه يجيب معلومات مهمة زي عدد الجنود واماكن نومهم والمعدات اللي موجودة معاهم. مش بس كده، هو صالح كمان بقى صاحبهم ونقل للمخابرات خرائط مهمة، وكمان حط 55 جهاز تجسس عشان تسمع المخابرات كل حاجة بتحصل جوه وحدات قيادة جيش العدو. وقبل حرب اكتوبر بشهر نقلوا الطفل مع اهله للقاهرة عشان يطمنوا وقتها على سلامته، وبكده يكون صالح اصغر طفل جاسوس في التاريخ. وفي حرب اكتوبر تم تدمير المعسكرات بسبب معلوماته، وتم تكريمه من الرئيس السادات، ودخل الكلية الحربية وبقى ضابط في المخابرات المصرية سنة 77، وقعد بعدها على نفس مكتب الضابط كيلاني. وسنة 99 وهو عنده 46 سنة تم اغتياله في ظروف غامضة عشان يضحي بنفسه في سبيل وطنه، زيه زي أبطال كتير ضحوا بنفسهم. ربنا يرحمهم ونفضل فاكرينهم بعد ما عدى 52 سنة على النصر. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غير.